هولا ازيكم يا شباب، اتمنى الجميع يكون بخير. ناس كتير قوي كتبت لي في الكومنتات: ايمن اتكلم عن العنصريه في ايطاليا. بعتوا لي رسائل على الانستجرام: ايمن اتكلم عن العنصريه في ايطاليا، ايمن لو انا متحجبه هعرف الاقي شغل ولا لا. طبعا هم بيكلموني عشان عارفين ان انا ما بتكلمش غير عن ايطاليا، فقلت اعمل لكم فيديو كده سريع اقول لكم فيه عن ايطاليا اذا كانت دوله عنصريه ولا لا، واقول لكم عن رايي الشخصي في الموضوع. الواحد خد بعضه وطلع بره، رحت اجيب شويه حاجات للبيت، تمام. فقلت اقف في السريع كده. في الغالب لما بروح اجيب شويه حاجات للبيت وبعدي على منطقه طبيعيه زي ديت كده جنب البيت بقف فيها دقيقتين، فقلت يعني اقف دقيقتين وادردش معاكم شويه عن الموضوع بتاع الفيديو بتاع النهارده. اوكي، عشان بس ارد على الاسئله اللي بتجيني في نقطه العنصريه في ايطاليا. عشان تعرف تحدد اذا كانت دوله عنصريه ولا مش دوله عنصريه، اي دوله في العالم بتحددها بناء عن حاجتين اتنين في رايي. الحاجه الاولانيه القوانين اللي بتعملها البلد ديت، قوانين بتساعد على ان الاجانب يتعايشوا في البلد ديت، ولا قوانين رافضه او بيسموها طارده للاجانب اللي بيجيها. والحاجه الثانيه ان اهل البلد بيحبوا الاجانب وبيعرفوا يتعايشوا معاهم، ولا اهل البلد مش بيحبوا الاجانب ومش بيعرفوا يتعايشوا معاهم. هم دول الحاجتين اللي انت بناء عليهم تعرف تحدد اذا كانت البلد ديت عنصريه او البلد دي مش عنصريه. اوكي، بص يا سيدي بقى، لو احنا جينا بصينا لنقطه القوانين او اكتر البلاد اللي عامله قوانين صارمه رافضه للاجانب او ما بتحبش الاجانب، اول بلد المجر، وتاني بلد التشيك، وتالت بلد بولندا. الكلام دوت بناء عن الاحصائيات اللي انا قريتها في الفتره الاخيره. اوكي، وفي نفس الوقت عشان اخبار كتير جدا بتجيلنا هنا في ايطاليا مثلا عن ان المجر بترفض الاجانب اللي بيدخلوا من الحدود، او ان المجر بتقتل الناس، او ان التشيك بتطردهم وبتدخلهم السجون. فدي بلاد تعرفها على طول اللي دي بلاد رافضه للاجانب. اوكي، فدي معناها ان هي بلد قانونا مش بتحب الاجانب، بترفضهم او بتضغطهم بره. اوكي، البلاد التانية بتقبل الاجانب بس بتحجمهم جواها. اوكي، البلاد ديت مثلا زي ايه؟ زي فرنسا. البلاد دي زي مين؟ زي فرنسا، زي بلجيكا. اوكي، ايمن ازاي احنا عايشين هناك او احنا بنروح هناك بس احنا ما نسمعش عن الكلام دوت؟ اديك المثل البسيط. لما انا ابقى دوله بتكلم اللي انا بحب الايديولوجيه بتاعه الناس اللي ما يبقاش ليها ديانه. اوكي، ادام انت كده ازاي مثلا بتجبر ان اجانب معينين زي عرب مثلا، اوكي، متحجبين، ترفض اللي هم يمشوا بالتحجيبه بتاعتهم في الاماكن العامه، ترفض اللي لابسه التحجيبات يدخلوا المدارس. لما انت يبقى عندك حاجه زي كده يبقى انت دوله ضد الحريات، مع ان انت بتسمي نفسك دوله الحريات ودوله ديمقراطيه. فدي نقطه بتخليك تفهم بلد ديت فيها نسبه عنصريه. اذا كانت البلاد الاولانيه القوانين بتاعتها عنصريه بحت، البلد الثانيه ديت بتجبرك ان انت تبقى عنصري. اذا كانت الدوله نفسها بتتعامل مع الاجانب بالطريقه ديت بناء عن القوانين، تخيل بقى الناس اللي عايشه جواها. اوكي، ايه الحاجه الثالثه بقى اللي هي الناس البلد العنصريه بس مش ما فيهاش قوانين بتوريك اللي هي البلد ديت عنصريه. دوله زي ديت مثلا اللي هي الدوله اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي ايطاليا. اوكي، ايطاليا ما فيهاش اي قانون على حد علمي يمنع مثلا جنسيه معينه، او بيمنع لون بشره معين، او بيمنع ديانه معينه، او بيمنع اللي انا امشي بلبوس في الشارع او امشي بهدوم في الشارع. فاهم قصدي؟ دوله ما فيهاش اي قانون بيمنع حاجه زي كده، فمعناها دوله تسعى للحريات، ما فيهاش قوانين بتمنع حاجه غير كده. بس نيجي بقى نبص على النقطه الثانيه، اهل البلد بيحبوا الاجانب ولا ما بيحبوش الاجانب؟ بيتعاملوا مع الاجانب ازاي؟ طبعا انا مش هكلمك عن البلاد التانية لان البلاد التانية انا ما عشتش فيها، فانا ما اعرفش ادي عنها حكم. انا هكلمك عن ايطاليا. زي ما انت عارف في العاده انا ما بتكلمش غير عن ايطاليا. بص يا سيدي، ايطاليا لو انت جيت بصيت لها تعتبر دوله من اكتر البلاد اللي كانت متعوده تستقبل اجانب. الكلام دوت مش من دلوقتي، الكلام دوت من قديم الازل، يعني قبل ما حتى ايطاليا تفكر تدخل الاتحاد الاوروبي او يبقى فيه الاتحاد الاوروبي اساسا. فده معناها ايه؟ معناها ان هي دوله متعوده تشوف الاجانب بيحبوا يجوها، وده ليه سبب. الاجانب بيحبوا يجوها عشان اهلها والحكومه بتاعتها حكومه، واهل البلد بيحبوا الاجانب. مش بيحبوا الاجانب معناها اللي هو كل واحد عنده بيت بيدخل اجنبي يعيش معاه، لا، ناس عندها قلب زي ما بيقولوا. فاهم قصدي؟ ما مش بيقولوا دايما يلا نفسي، يعني بيبصوا دايما اللي حواليهم عايش ازاي، وعايزين برضو للي حواليهم الخير. طبعا الكلام دوت ما يمنعش نقطه ان في جنسيات معينه عملت نفسها سمعه وحشه. يعني مثلا الرومين هنا في ايطاليا
ما لهمش سمعه حلوه، اللي هم اهل رومانيا من ساعه ما اتفتح الاتحاد الاوروبي هم بيجوا من هنا ما لهمش سمعه حلوه. الروم دولت اللي هم بيسموهم الغجر، يجوا ايطاليا وبيبداوا هنا مثلا يسرقوا يشحتوا الكلام ده، دول برضو ما لهمش سمعه حلوه. المغاربه والتوانسه والمصريين في بلاد معينه تمام في ايطاليا في الشمال الايطالي عملوا لهم سمعه مش حلوه. الكلام دوت بيعمل ايه بقى؟ الكلام دوت بيدي للاهل البلد اللي بيسموها وسواس في الودن، اللي الجنسيه ديت مش حلوه تمام، فبيبقى بالنسبه لهم بيعاملوهم بطريقه عنصريه في حاجات معينه، ممكن ما يشغلوهمش في مكان معين، ممكن لما يروحوا ياجروا شقه ما يرضاش يدوها لهم، ممكن لما يجوا يشتغلوا في مكان معين ما يرضوش يشغلوهم. بس الكلام دوت ما بيبينلكش ان البلد عنصريه، لا، الجنسيه السمعه بتاعتها هي اللي فرضت الموضوع دوت في البلد. اوكي، فده رايي البسيط في الموضوع. اللي انا اقدر اقوله لك ان ايطاليا مش دوله عنصريه. طبعا اي دوله في العالم واي شخص في العالم لو انت هتروح بلده عشان تاخد رزقه من بقه، اوكي، مش هيحبك، لان هيقول لك انت بتاخد رزقي. اوكي، زي ما طلعنا كتير اوقات بيتكلموا يقول لك لو الاجانب ما كانتش بتقبل مثلا ان هي تقبض مرتب اقل، احنا كان زماننا بنقبض مرتب عالي، لان ما كانش هيبقى فيه غيرنا في البلد، فكانوا اصحاب الشغل هيجبروا يدونا المرتب ده. طبعا دي طريقه العقليه بتاعتهم، بس في نفس الوقت العقليه ديت مش مكتسحه، يعني فاهم قصدي؟ ممكن تلاقي واحد كل 10 عنده عقليه زي دي. ولو ان انت برضو حاجه بس لازم نحطها في الحسبان، اللي اخر سنتين الحكومه اللي جت في البلد ديت، الحكومه اللي جت في ايطاليا حكومه مش بتحب الاجانب قوي، فاهم قصدي؟ بتحجمهم زياده عن اللزوم وعايزه تحجمهم زياده عن اللزوم. بس اللي انا شايفه اللي هم مش عارفين يعملوا كده، لان بلد زي ايطاليا اتعودت طول عمرها اللي هي تقبل اجانب وتتعايش مع الاجانب، مش هتعرف ترفض الاجانب دلوقتي. اوكي، دلوقتي انا كلمتك كده بسيطا عن رايي في موضوع العنصريه في ايطاليا. اوكي، هستنى رايكم في الكومنتات، اذا كنتوا عايشين في ايطاليا او في اوروبا اكتبوا لي ايه رايكم في الموضوع، واذا كان انتوا شايفين اللي مثلا بلد زي ايطاليا او اي بلد تانية في اوروبا انتوا عايشين فيها عنصريه او لا. وهستنى رايكم في الكومنتات لو انتوا عايزين نتكلم عن حاجه تانية. استنوا الفيديو الجاي هتكلم فيه عن الشغل في ايطاليا للسيدات، خصوصا المحجبات، والشغل في ايطاليا للاجانب عامل ازاي. ودلوقتي اسلم عليكم بالطريقه الايطالي. تشاو.